سلام، اليوم مع سر الكوزينة حبيت نفكركم في الصيف وليامات نتاع البحر. قلت ندير لكم لي بيني بهذا الطريقه جاو بزاف بنان ومام جاوني خفاف ريشه. درت كميه لاباس عليها. للعائله نتاعها كبيره ما عليها غير تبعني، للعائله نتاعها صغيره ما عليها غير دير نصف الكميه. نبداو على بركه الله، بسم الله. عندي زوج كيسان حليب. الحليب يكون دافي والكاس تاع 200 مليلتر. نضيف لهم زوج مغارف كبار بومبي سكر حبيبات، مغرفة كبيرة بومبي خميرة الخبز. نخلطوا جميع المكونات، نغطيه ونخليوها تخمر حوالي ربع ساعة 20 دقيقة حتى الخميرة تاعنا تتفاعل. بعد ما تفاعلت لي الخميرة ضفت عليها زوج حبات نتاع بيض، 3 مغارف كبار سكر حبيبات، مغرفة صغيرة لافاني ومغرفة صغيرة ملح. انا كي حطيت الملح يعني ما صورتش، مئة بلاكم تنساو الملح باسكو لي بيني بلا ملح راح يجيوكم صامتين ومسوسين وما يجيوكمش بنان. نضيف عليهم مبشور حبه ليمون ومعاهم ثاني كاس نتاع فارينه، ونخلطوا جميع المكونات مع بعضهم. ضفت عليهم 3 كيسان فارينه، وفي وسط الفارينه ديروا كيس خميره الحلويات. خميره الحلويات هي اللي راح تعطينا الخفه اللي بيني. مام ثاني الفارينه نتاعكم يعني لازم تغربلوها وتعقبوها في الصفايه، واستعملوا نفس الكاس اللي كيلتوا به الحليب. زدت استعملت 3 كيسان اخرين نتاع فارينه، يعني الفارينه استعملت 7 كيسان نتاع فارينه. راحين تتحصلوا على عجينه تكون طريه وتلزق في اليد. السر تاع لي بيني باه يجيوكم خفاف لازم العجينه نتاعكم ديروها طريه وتلزق في اليد. انا قلت لكم استعمل 7 كيسان نتاع فارينه، نتوما تقدروا تستعملوا قل ولا اكثر. كي تكملوا تمسحوا القصعه نتاعكم بشويه نتاع الزيت، ما تكثروش الزيت يعني غير تمسحوها برك، وتمسحوا العجينه نتاعكم، تغطيو عليه بالبابي بلاستيك وتخليو العجينه نتاعكم تخمر ويتضاعف الحجم نتاعها. ديما نغطيو بالبابي بلاستيك باسكو يساعدنا في عمليه الاختمار، على هذه ديما تغطيو به. بعد ما خمرت لي وضاعف الحجم نتاعها ضفت عليها زوج مغارف كبار زيت وزوج مغارف كبار مارغرين. بالنسبه للمارغرين لازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. ميم انا درت المغرفه هنا ممسوحه، يعني اللي دير المغرفه بومبي دير غير مغرفه كبيره برك، ما تكثروش بزاف المارغرين باه ما يجيكمش مبسس. المهم ديروا غير كميه قليله برك، واللي ديرها ممسوحه دير زوج مغارف. تعجنوها مليح راح تحصلوا على عجينه تكون رطبه وطريه وتلزق في اليد. تقسموها على زوج وتخليو العجينه نتاعكم تريح حوالي ربع ساعه 20 دقيقه. بعد ما ريحت لي فرشت البلان دو طرافاي نتاعي بشويه نتاع فرينه، حطيت العجينه وزدت حطيت عليها شويه نتاع فرينه من الفوق. ديما تقرصوها بيدكم باه تخرجوا لها الهواء. بعد ما قرصتها بيدي باه ديروا بالحلاله وديروها على شكل دائري. بالنسبه للسمك تاعها ما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه، ديروها بخيس كيما نديروا القرصه نتاع البيتزا. كون ديروها رقيقه ما تجيكمش مليحه، كون ديروها ثاني خشينه رايحه تجيكم معجنه. من بعد تجيبوا قطعه على شكل دائري وتبداو تقطعوا فيها. المهم لازم نديروا الفارينه باه نحافظوا لها على الشكل تاع لي بيني، والحبه تاع لي بيني تاعنا تجينا دائريه. كي تكملوا هذوك لي ريست تنحيوهم. راكم تشوفوا الشكل تاعي كيف تحصلت عليه، يعني جاني دائري. جيبوا بلاطو فرشوا عليه فوطه تكون نظيفه وتكون ناشفه، وتحطوا الحبات نتاعكم بلا ما تفرشوا الفارينه، وتغطيوا عليهم وتخليوهم يخمروا. بالنسبه لهذيك العجينه يعني الريست اللي بقات لي تعجنوها شويه وتحطوها ثاني في كيس بلاستيكي، من بعد توليو ليها تخليوها تريح شويه، من بعد توليو ليها. نجيبوا هذيك العجينه بنفس الطريقه، يعني فرش البلان دو طرافاي نتاعي بشويه نتاع فرينه، وديما نقرصها بيدي قلت لكم تخرجوا لها الهواء، ومن بعد ديروها بالحلاله وتكملوا بنفس الطريقه. بعد ما خمروا لي ويتضاعف لكم الحجم نتاعهم حوالي ربع ساعه ولا 20 دقيقه تقليوهم. دوكا نجيو للقلي تاعهم باسكو ثاني السر تاع لي بيني في القليان. لازم النار تاعكم مع الاول تكون سخونه بزاف، يعني تسخنوا الزيت نتاعكم بزاف، من بعد تقلبوا في درجه حراره متوسطه وتحطوا لي بيني تاعكم. مجرد تحطوهم تبداو تحركوا فيهم رايحين يتنفخوا. كي يتنفخوا لكم ويطلعوا لكم يوليو كالبالونه راكم تشوفوا، يعني هنا تعرفوا بلي لي بيني تاعكم راهم نجحوا وراهم ناجحين 100%. ليه نديرو الزيت تاعنا سخون يعني متوسط درجه الحراره نتاعو، باه لي بيني تاعكم ما يشربولكمش بزاف الزيت، ما يجيوكمش مزيتين، وميم ثاني باه يتنفخوا لكم ويطيبوا لكم مليح. كون تزيدوا للنار رايحين يتحرقوا وما يطيبوا لكمش من الداخل، وكون النار تاعكم تكون قليله رايحين ما يتنفخوش، وميم ثاني رايحين يشربوا لكم شويه نتاع زيت. يعني وتكملوا تقليوهم بنفس الطريقه. راكم تشوفوا الله يبارك كيف تحصلت عليهم كيفاه راهم يتنفخوا. كي تكملوا ديروهم في بابي سويسو ولا المهم طرشون نتاع كاغط ونشفوهم مليح من هذاك الزيت باه ما يجيوكمش مزيتين. وديما البلاطو الاول اللي تبداو به هذاك هو الاول اللي طيبوه، يعني اللي توجدوه الاول هذاك هو اللي تبداو طيبوا فيه. كي تكملوا مره راكم تشوفوا الله يبارك الحبات نتاوعي كيفاه راهم كامل قد بعضاهم. راكم تشوفوا ما شاء الله، يعني الحبات نتاوعي راهم كيما بعضاهم، ومام ثاني راهم فرغانين من الداخل.
راكم تشوفوا يعني بعينيكم هنا راهم جاو ما شاء الله لي بيني تساوعي. تقسموهم في الوسط وديروا فيهم يا اما المعجون ولا ديروا فيهم الشوكولا، ولا انا نص درت فيهم المعجون نص درت فيهم شوكولا. تقدروا ديروا فيهم غير السكر الاحرش برك وتاكلوا، المهم ديروا الشيء اللي راهو متوفر عندكم. انا قلت لكم نص درتو بالمعجون ونص درتو بالشوكولا، وحطيت عليهم دررت عليهم من الفوقه سكر كلاسي، ودرت عليهم ثاني خطوط بالشوكولا. خاصة اللي عندها ضياف ولا تقدر ديرهم بهذه الطريقة. في الأخير راكم تشوفوا في الحبات نتاوعي، يعني راح نقسم لكم حبة باش تشوفوها بعينيكم، جاو ما شاء الله، جربوهم مش رايحين تندموا، شهيتكم في الجنة وما شاء الله.